تخيل معايا كده أول ما تصحى من النوم، قبل ما تقول صباح الخير لأي حد حتى إيدك تروح على التليفون. أقولك على حاجة، سيب التليفون، سيب التليفون وسيب الواتساب وسيب الماسنجر. يا عم سيبني أنا شخصيا، بس إيدك بتروح على الموبايل تفتح واتساب فيسبوك انستجرام وتقعد تلف من غير ما تحس. ويا سلام بقى لو كان عندك حاجة مهمة تعملها، الامتحان اللي هتذاكره أو الشغل اللي لازم تخلصه، كله بتأجله. علل ايه اللي بيحصل وليه بقينا كده؟ بقينا أسرى للتليفون من السوشيال ميديا. إدمان مش بيضيع وقتك، بيدمر حياتك. أنا بقول لك ايه هو إدمان السوشيال ميديا. في علم النفس في حاجة اسمها الإدمان السلوكي. عالم مارك عرفوا إنه أي نشاط بيتكرر بشكل قهري وبيسيطر على حياتك لدرجة بيسبب لك أضرار نفسية واجتماعية. يعني الإدمان مش لازم يبقى مخدر أو كحول، ممكن يبقى لعب أو قمار أو حتى موبايل. زي مثلا كم مرة قلت لنفسك هفتح فيسبوك 5 دقايق بس، وبعدين عادي يعني الموضوع هيعدي وهخلص بسرعة، وبعديها ذاكر وهخلص الشغل بتاعي. فجأة ال5 دقايق بقوا ساعة، ساعتين، 3. اللحظة دي بداية إدمان. انتوا متخيلين الموضوع خطر ازاي؟ يعني أنا لا مش علل ازاي السوشيال ميديا مصممة تسحبك. صدقني الموضوع مش صدفة خالص. التطبيقات دي علم اسمه الهندسة النفسية. في نظرية شهيرة اسمها التعزيز المتقطع اكتشفها سكينر، بتقول لو الجايزة بتيجي بشكل عشوائي مش متوقع، الإنسان بيتعلق أكتر. وهو ده اللي بيحصل بالظبط. كل مرة بتفتح فيها ممكن تلاقي إشعار أو لايك كبير، ممكن تلاقي مفيش حاجة، فالمخ بيقولك افتح تاني يمكن المرة الجاية تلاقي حاجة. ده بالظبط نفس مبدأ ماكينات القمار. موضوع القلق وكل ده اتلخص نظرية اسمها فومو. فومو ده يعني الخوف من أي حاجة ممكن تفوتك. صدقني مفيش حاجة هتفوتك، ولا حد يقولك الحق الشقة دي، الحق العربية دي، الحق. لا ما تلحقش. انت بتجري عشان ايه؟ وانستجرام بقى اخترع الستوري عشان يستغل ده. اي محتوى بيختفي بعد 24 ساعة، فالعقل يقولك لازم اشوف دلوقتي، لو فوت هيروح للابد. زي كم مرة قعدت تفتح موبايلك كل دقيقتين من غير سبب، تبص على الاشعارات حتى لو مش منتظر حاجة. ده مش فضول طبيعي، دي خوارزميات بتلعب في دماغك. طب يا عم اياب بقى ما انا مش عارف هو انا مدمن ولا مش مدمن. يعني انا اعرف ازاي الكلام ده؟ تعالى بقى عشان اقولك. هما 4 حاجات ركز فيهم، ولو ما معكش ورقة وقلم هات ورقة وقلم وتعالى. ايوه هات ورقة وقلم وتعالى. اول واخر حاجة بتعملها في يومك هي التليفون. الوقت بيضيع من غير ما تحس. اول ما تفتح الموبايل بتخش بقى تشيك على الواتساب وتشيك على الفيسبوك وتشيك على الانستجرام، يمكن يكون في حد هنا حد هنا واحدة هناك الكلام ده. فبص تلاقي ال5 دقايق دول بقوا 3 ساعات، 5 ساعات. 3. بتحس بقلق أو توتر لو النت فصل أو الموبايل فصل شحن. 4. شغلك ودراستك ونومك وعلاقاتك كل دول بيتأثروا. انت متخيل الموضوع خطر ازاي؟ زي لو كان عندك مثلا امتحان او شغل بدري، 5 دقايق بس هفتح اليوتيوب وبعدين بذاكر. لا يا عم، ده ما انا هفتح التيك توك شوية عشان مخنوق بس مش عارف مضغوط. يلاقي فيديو مقترح يضحكه ويدخل عليه ومنه للفيديو التاني، وفجأة ال3 ساعات ضاعوا. والمفروض ان الساعة 9 بقت الساعة 12 واحدة، والمفروض ان انت هتصحى الساعة 6 الصبح، هتصحى الساعة 8 ولا هتقدر تروح امتحان، وممكن ما تقدرش تروح الشغل بتاعك. كل حاجة عندك باظت بسبب ال5 دقايق اللي بتقولهم لنفسك دول، بسبب الإدمان على السوشيال ميديا. جت بقى 2010 كريستينا كروك كاتبة الكندية بتقول في كتابها The Joy of Missing Out اللي نزل 2014، اخترعت نظرية اسمها جومو. تمام، ده رد فعل مضاد لفومو بالظبط.
تركز على الإيجابيات اللي موجودة في حياتك كطريقة لمواجهة التوتر والإدمان الرقمي. ليه اتعملت النظرية دي كحركة مضادة لضغط السوشيال ميديا؟ بحيث إن الناس تتعلم تستمتع بالانعزال المؤقت، أو بمعنى أصح كده إن أنا أركز في دلوقتي، ما اقعدش مثلا مع أهلي أو صحابي وقاعد مستني رسالة هتجيلي على الواتساب، أو مستني إن أنا أشوف فيديو شورت، ومنعزل عن الواقع اللي أنا فيه. اتبنت النظرية دي من اتجاهات زي اليقظة الذهنية والتخلص من السموم الرقمية، والهدف هنا منها إن هي بتعيد التوازن النفسي وتشجع الناس يعيشوا اللحظة بدل يجروا ورا كل إشعار أو صورة، ويتخلصوا من اكتئاب اللايك وعصبية الكومنت. ازاي بيأثر إدمان السوشيال ميديا بقى على حياتك؟ الإدمان ده ضيع وقتك وبس، بيسبب فعلا جروح حقيقية نفسيا. جامعة هارفارد نشرت أبحاث وبتقول إن الاستخدام المفرط في السوشيال ميديا بيرتبط بالقلق والاكتئاب بسبب المقارنة المستمرة مع صور الناس التانية. جسديا تأجيل النوم عشان الموبايل. اجتماعيا بقى ممكن تكون قاعد مع أهلك وصحابك لكن انت مش موجود فعلا معاهم. قال يوسف زيدان مرة إن التليفون بقى زي سلسلة في رقبة كل واحد، واللي مش قادر يعيش من غيره ومجرد عبد للتكنولوجيا. نيل بوستمان كتب احنا مش بنموت من قلة المعلومات، احنا بنغرق من كترها. والدكتور مصطفى محمود زمان حذر وقال ان ادمان الشاشة وهم بيسرق العمر في صمت. يعني المشكلة مش بقت رفاهية، المشكلة حياة كاملة بتضيع. طيب عايزين دلوقتي نكسر الدايرة دي. معانا 6 نقط وانا ازعم انها هتخلصك من المشكلة دي لو مشيت على النقط دي بالترتيب. والتزام. الحل مش اننا نمسح كل التطبيقات ونعيش في صحراء، لكن في خطوات عملية المفروض بنمشي عليها. 1. سجل وقتك وشوف انت قاعد قد ايه على كل برنامج. يعني اول خطوة انك تلاحظ وقتك، بتشوف انت بتعمل ايه. 2. اخلق مناطق خالية من الموبايل، زي اوضة نومك مثلا سيب التليفون بره ما تخشش بيه. وقت الاكل ركز في اللي انت بتعمله. لما تسيب مساحة صغيرة بعيد عن الشاشة عقلك بيبدأ يستعيد هدوءه ووعيه. 3. استخدام قاعدة 20 ثانية. انت مستعجل ليه طيب؟ عالم شون أكور قال في كتابه The Happiness Advantage انك لو صعبت الوصول للعادة السيئة 20 ثانية هتقللها بشكل كبير وهتنهيها خالص مع الوقت. يعني اقفل النت بالليل او سيب الموبايل في غرفة تانية وانت بتذاكر. بدل العادة بعادة، يعني كل مرة تحس انك هتفتح فيها الموبايل من غير سبب جرب حاجة تانية صغيرة. اشرب شوية مية، اعمل 10 ضغط، امسك كتاب، اعمل اي حاجة بس سيب التليفون ده بالله عليك. الفكرة انك بتدرب مخك على البديل. 5. تحدد 30 دقيقة يوميا. جرب تقطع النت نص ساعة كل يوم واعمل حاجة بتحبها بعيد عن الشاشة، زي رياضة، رسم، كتابة. مع الوقت النص ساعة هتبقى ساعة وهتبقى ساعتين، والوقت الفاضي بتاعك بالعادات الصغيرة البسيطة اللي انت شايفها حاجات تافهة بالنسبة لك هتبقى دي حياتك. وأي دقيقة فاضية هتستعمل فيها الهوايات اللي انت بقيت بتحبها أو الحاجات الصحية اللي انت بقيت بتعملها. 6. هو التواصل الحقيقي. بدل ما تبعت ايموجي أو لايك، كلم حد قريبك أو صاحبك تليفون أو روح له. علم النفس بيقول إن العلاقات الحقيقية وجها لوجه بتفرز هرمونات سعادة أعمق بكتير من أي إشعار أو رسالة. في دراسة بجامعة ستانفورد مجموعة طلبة قسموا قسمين، قسم بيقضي أسبوع بدون سوشيال وقسم بيكمل عادي. اللي قطعوا السوشيال ميديا رجعوا بتقارير إن نومهم اتحسن وإنتاجيتهم عليت وكمان تركيزهم
وحسوا بطاقة أكبر بدل الخمول والكسل. آخر حاجة بقى أحب أختم بيها، وآسف إني طولت عليك، بس صدقني أنا بحبك في الله طبعا. لأن السوشيال ميديا مش هزار بجد والله، ده سجن بالنسبة لك على هيئة قصر جميل مصمم بعناية، بس الكويس إنك تقدر تكسر الحاجز والقيد اللي موجود في مخك. السر مش انك تهرب من التكنولوجيا، السر انك تبقى انت اللي متحكم في التكنولوجيا، مش هي اللي ماسكة حياتك ومتحكمة فيك. في الاخر اسأل نفسك، هل عايز تعيش حياتك الحقيقية ولا هتفضل عايش جوا شاشة؟ ادي عمرك كله للإشعارات بتنور وتطفي، ولا هتتحكم في نفسك وفي الشاشة اللي في ايدك؟ قرار في ايدك دلوقتي. سلام.